دونالد ترامب وصل بقاله أسبوعين لحكم الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ما قعد على كرسي حكم أكبر دولة في العالم قرر إن هو سريعا ينفذ كتير أوي من الوعود الانتخابية اللي أكد إن هو هينفذها، واللي منها ما يصل لدرجة الأحلام مش الوعود اللي سرحت منه، يعني زي ما هنشوف كده. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. وبمجرد ما دونالد ترامب وصل وقعد على كرسي الحكم بدأ ينفذ وعوده اللي كانت بتتكلم عن حاجات أهمها إن هو عايز يقضي على تجارة المخدرات، عايز يقضي على الهجرة الغير الشرعية. فعلتها، لقد فتحت الحدود. هل تعلمون أمرا؟ إذا أصبحت الأمور أكثر سوءا اليوم أو غدا تكون هذه الحدود. هناك حوالي 21 مليون شخص قد جاءوا إلى بلادنا، أغلبهم من المجرمين. فكروا في هذا، 13,000 هم من المجرمون. فكروا في هذا الأمر، كيف يغزون بلادنا بسبب هذه الحدود المفتوحة. سوف أعمل على التخلص من هذه المشكلة الخاصة بالهجرة. وبدأ الرئيس ترامب من أول يوم هجوم، وبدأ بأول دولة كولومبيا، وعمل أكبر حملة اعتقالات لمهاجرين غير شرعيين كولومبيين، واللي معظمهم بيشتري في تجارة المخدرات، وتم ترحيلهم في طيارتين عسكريتين، ولكن الرئيس الكولومبي رفض نزول الطيارتين في المطار. وكانت النتيجة أن الرئيس ترامب بدأ حربه الشرسة، وبدأ في فرض عقوبات، فرض رسوم جمركية على كل البضائع اللي جاية من كولومبيا، لغى التأشيرات والفيز، ومنع عمل حظر للسفر لكل الكولومبيين بما فيهم الشخصيات السياسية. كتف الدولة. كانت النتيجة بسرعة جدا ان الرئيس الكولومبي اضطر يرضخ، وبدأ يستقبل المهجرين والناس المترحلة الكولومبيين في طيارات مدنية وحل مشكلة. وبعد ما خلص دونالد ترامب موضوعه مع كولومبيا وجاب أول جون، اتجه سريعا على المكسيك وعلى كندا وعلى الصين، وصحي الصبح راح فرض رسوم جمركية على الثلاث دول، رسوم عقابية. غرضه في الأول دولتين في المكسيك وكندا إن هو يحل مشكلة الهجرة غير الشرعية ويحل مشكلة تجارة المخدرات، ومع الصين توافق بعض الأوضاع الاقتصادية، وبرضه إن الصين بتصدر وبتوفر المواد اللي بتصنع مادة الفنتانيل المخدرة. بعد فرض رسوم 25% على المكسيك تمت مفاوضات بين رئيسة المكسيك وبين دونالد ترامب، ووصلوا لبعض النتائج. أولها إن حصل تجميد لفرض الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية لأمريكا لمدة شهر. في نفس الوقت تم نشر حوالي 10,000 جندي من الحرس الوطني رئيسة المكسيك، نشرتهم على الحدود بين المكسيك وبين أمريكا كحل مؤقت لوقف موضوع التهجير وتجارة المخدرات. وتجميد الرسوم ده حصل لمدة شهر، قال لغاية ما نقعد مع ناس من المكسيك مسؤولين هناك ونشوف هنوصل ازاي حل دايم نحل فيه هذا الموضوع. وبالتالي الموضوع الأولاني مع دونالد ترامب مع رئيسة المكسيك تم حلوله بشوية اتفاقيات، وهي برضه قدرت توصل معاه لوعد ان هو يوقف تصدير الأسلحة المتطورة للعصابات في المكسيك، واللي بتشكل مشكلة كبيرة جدا للحكومة المكسيكية. وخلص كده مع دونالد ترامب الموضوع التاني مع المكسيك. مع رئيس الوزراء الكندي ما قدرش يوصل لنفس النتيجة. حاول رئيس الوزراء الكندي لعدة أيام ان هو يوصل له، ولكن في الآخر كان رد كندا ان هي بالمثل هي كمان. Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. كده حصل تصعيد من الطرفين، وطلع قال رئيس الوزراء في تصريح ليه كان الأولى لدونالد ترامب لو عايز يطور علاقاته بكندا ويطور النمو الاقتصادي لأمريكا إن هو كان يعمل شراكات مع كندا، عشان هي مصدر من مصادر كتير من المواد الخام المهمة لأمريكا. ولكن هو مشي في الطريق الغلط، إن هو مشي في اتجاه معاقبة كندا. بعد كده دخلنا على الصين، واللي عملته الصين برضو ان هي اعترضت بشدة، ولكن ما عملتش حاجة تذكر. قالت لك احنا هنشتكي واشنطن في منظمة التجارة العالمية، وتجاهلت تصريحات ترامب، بل بالعكس قالت احنا هنزود شغلنا. وفي نفس الوقت سواء كندا او الصين هيحاولوا يشوفوا حلول بديلة عشان يهربوا
من فرض الرسوم الانتقامية الأمريكية ويكملوا مسيرتهم التجارية في هذه الدول. من تاني اسبوع دونالد ترامب مسك فيه الحكم بدأ يدي تصريحات للصحفيين ان موضوع غزة هو قرر يحله بعد ما قدر يوصل لوقف اطلاق النار، ان هو ببساطة جدا هيقوم بتهجير الناس اللي في غزة لمصر والاردن، والموضوع يتحل يا جماعة، واسرائيل تاخد غزة ومفيش قضية من الاساس يا جماعة. قالوا له في رفض تام من مصر ومن الاردن على هذا الموضوع، ما شغلش باله واتعامل باسلوب متعالي جدا وفي اهانه جدا للدولتين، وقال لك في الاخر هيعملوا احنا لينا عندهم كتير وهيعملوا بكل ثقه، وكانه بيتعامل بسياسه القوه الجبريه، وانا دوله عظمى وليا قوتي وهقدر افرض سيطرتي وانفذ اللي انا اقوله. The president and the King of Jordan have both said that they won't take in displaced people from Gaza like you suggested. Is there anything you can do to make them do that? I mean, tariffs against those countries, for example? They will do it. They will do it. What makes you say that? They're going to do it. Okay? We do a lot for them and they're going to do it. They will do it. ولكن ده مش معناه حضرتك ان انت رئيس اكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم انك هتشكل العالم على مزاجك، ولا معناها ان العالم هيوافق كله وهيسكت. الموضوع مش متوقف على مصر والاردن وبس. وبعد كده حصل مؤتمر صحفي سريعا بعد ما راح نتنياهو للبيت الابيض ووصل فيه لنتائج ما يحلمش بيها. أصدر فيه دونالد ترامب بعض التصريحات اللي تصل إلى درجة إن هو بيخرف أظن. Talking tonight about the United States taking over a sovereign territory. What authority would allow you to do that? Are you talking about a permanent occupation there? Redevelopment? I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating. You managed to get this deal done. Some say, a lot of people say that the men who managed to do that should get a Nobel Peace Prize. Do you think that you'll be able to get all the hostages back home? And what will happen if you hear from the Israeli side? Never give me a Nobel Peace Prize. What would happen if the Israeli I deserve it, but دي مش تصريحات يعني طالعة من مؤسسات الولايات المتحدة، ولكن طالعة من ترامب بدماغه، إنه هو عرض إن المكان ده هيبقى تحت السيطرة الأمريكية العسكرية، وده طبعا اللي هيحصل عليه رفض، وبدأ يحصل عليه رفض من كتير من المؤسسات الأمريكية، ان هو مش هيحصل تدخل عسكري، واحنا مش هنضحي بجنودنا تاني، ومش هنكرر المسلسل اللي حصل في العراق، وده طبعا امريكا حاطاه في الذاكره مش هتنساه تماما. ولكن الموضوع لسه ملتهب جدا، ولسه في استدعاء لملك الاردن والرئيس المصري للبيت الابيض يوم 18 فبراير، وده هيتوقف عليه حاجات كتيره جدا في الفتره اللي جايه. To secure our future and bring peace to our region, we have to finish the job. In Gaza, Israel has three goals: destroy Hamas's military and governing capabilities, secure the release of all of our hostages, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. ولكن خلاصة الأمر ترامب داخل فاتح صدره، وداخل بأسلوب فيه بلطجة وفيه فتحة صدر وفيه استعراض للقوة وفيه استغلال للقوة العسكرية والاقتصادية، وبيتعامل أنا صاحب أكبر دولة في العالم فأنا هشكل العالم بمزاجي ولا يفرق معايا قانون دولي، بما أن أنا القوي فسياسة أن القوي هو اللي هيفرض سيطرته. إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية مش عارفين، ولكن هو اللي بيعمله ده مش هيودي لحاجة بسيطة. أنا شايف إحنا هنخش على مزيد من التوترات والقلق في الفترة اللي جاية، ونشوف اللي هيحصل إيه.